السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست كلام من أمريكا. نحن كمغاربة دولة وشعبا لا نتمنى ملاقاة العدو، كيفما كانت طبيعة هذا العدو وقوته وموقعه الجغرافي وتوجهه الإيديولوجي، لكن إذا اعتدى علينا فسوف نعتدي عليه، وليس بالضرورة بمثل ما اعتدى علينا، وخاصة في الحالة التي تهمنا في هذه الحلقة، حيث أن الخطب جسيم كما يقول عرب الجاهلية للتعبير عن خطورة أمر من الأهمية بمكان. وبالفعل فالأمر هنا عاجل وخطير، ويهم جارتنا الشرقية التي تنوي الهجوم علينا في أي لحظة، لكن ليس بجنود محترفين عاديين أو حتى مرتزقة، بل بنزلاء الحراش وباقي سجون هذه البلاد الطويلة العريضة والكبيرة، وأعني جغرافيا بطبيعة الحال. أشرح لكم أين تكمن هذه الخطورة بعد هذا الفاصل القصير، لكن قبل ذلك أرجو أن تساندونا باشتراككم في هذه القناة، وأن تسجلوا إعجابكم بهذا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم. أهلا بكم من جديد. نحلل في هذه الحلقة حالة الاستنفار القصوى في الجزائر من خلال محورين مهمين: المصادقة على ما سمي بقانون التعبئة العامة، والنية النظام الجزائري تجنيد سجناء البلاد. بما يخص المحور الأول، فإن الحكومة الجزائرية صدقت مؤخرا على مشروع أسمته قانون التعبئة العامة، وينص هذا المشروع على إعلان التعبئة العامة بقرار من الرئاسة الجزائرية في حال وجود خطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة أراضيها، أو في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك عليها. واعتبر معارضو النظام الجزائري أن الهدف من هذا النص هو إعادة تشكيل المشهد السياسي على مزاج السلطة العسكرية، واستمرار استغلال نظرية العدو الخارجي الذي هو المغرب، ووجود أخطار تهدد الأمن القومي للبلاد، استراتيجية تعزز حسب هؤلاء المعارضين تعبيد الطريق نحو عسكرة الحياة السياسية والمدنية والسيطرة على المواطنين الجزائريين طبق منطق التهديد الخارجي المألوف، منطق شكل دوما ولا زال يشكل إلى اليوم العقيدة العسكرية لجنرالات الجزائر. ويرى نفس الملاحظين أن هذا القانون المرتقب من شأنه أن يمس بصورة البلاد في الخارج ويبرر المزيد من التضييق على الحريات في الداخل، إضافة إلى أنه يشكل ما يشبه نية إعلان حرب على الجوار، خاصة الغربي حسب تعبير بعض المتتبعين. تصرف غير مفاجئ، خاصة عندما نعلم وضعية النظام الجزائري الذي حصر نفسه من كل الجهات وراح يحارب الأوهام والطواحين الهوائية على غرار الدونكيشوت دي لا مانشا. لكن خيال جنرالات الجزائر ذهب في معاداته للمغرب إلى أبعد من ميغيل سيرفانتس الروائي الإسباني في حربه ضد الطواحين الهوائية، حيث أن الكثير من الأخبار تشير إلى أن محاربي النظام العسكري، وهذا هو محورنا الثاني، لن ينطلقوا من قواعد البواقي أو تندوف ومشرية، بل من داخل أسوار البرواقية والسركاجي والحراش. وكفاعل خير أحذر هؤلاء المفرج عنهم أن واقع زنازنهم أرحم من حريتهم الملغومة، وأن على حدودهم الغربية لا تلوح في الأفق طواحين هوائية، بل درونات مروكية لا تميز بين النظيف ودي السوابق القضائية،
وحينها لا فرصة ثانية وإمكانية العودة إلى ما وراء الحدود الشرقية كمحظوظي أمغال الأولى والثانية. اسأل فريق أول شنقريحة عن رحمة ما قبل القذائف الدرونية، وبعيدا عن أوهام الطواحن الهوائية. في نهاية هذه الحلقة، ولمن لا يعرف قصة دون كيشوت أهدي هذا التعريف من وحي ويكيبيديا الإلكترونية. من الناحية النفسية يعاني المصابون بعقدة دون كيشوت من الانفصال عن الواقع، حيث يبنون سيناريوهات تجعلهم يعتقدون أنهم أبطال في معركة لإصلاح العالم، وهنا لمجرد إطلالة على المحيط الأطلسي، دون أن يدركوا أن هذه المعركة قد تكون مجرد انعكاس لمخاوفهم الداخلية. ألا ينطبق هذا التعريف على العالم الآخر؟ أرجو أن أجد ما يشفي غليلي من أجوبتكم في التعاليق. إلى اللقاء.